جماهير الأهلي كلها عندها حيرة ومستغربة ومش مصدقة اللي حصل. ازاي فريق كان بيقدم مستويات خرافية مع كولر فجأة بيجي بالشكل ده؟ ازاي كولر اللي معاه توليفة نجوم على أعلى مستوى في الفترة الأخيرة يوصل للأداء الباهت اللي شفناه ديه؟ في الفيديو ده هنحلل مع بعض سر التحول الغريب اللي حصل لكولر مع الأهلي. بس قبل ما نحلل ونعرف سر التحول الغريب ده، اتمنى من اصدقائي عمل اعجاب بالفيديو ده والاشتراك في القناة، واوعدكم انكم هتستمتعوا بالتحليل. يلا بينا. First and 10 from the 21. And he puts it up. Edwards for the time touchdown. He goes up. خلينا متفقين ان التوازن بين الجودة الفردية للاعيبة الكرة والعمل الجماعي والفكر التكتيكي والدعم الاداري هو مفتاح نجاح اي فريق كرة قدم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اي فريق عاوز يحقق نتائج جيدة وبطولات واداء جيد لازم يمتلك لعيبة كويسة على مستوى الفردي والجماعي، بجانب فكر تكتيكي وخططي عالي من مدرب الفريق، مع وجود دعم إداري ومادي من الإدارة. طب تيجي نشوف اللي حصل في الأهلي إيه. يعني كولر أول ما جه الأهلي جه وجد مجموعة من اللعيبة وسكواد هو مختاروش، فدور في وسط اللعيبة دي على لعيبة كويسة على مستوى الفردي والجماعي والخططي عشان تقدر تنفذ الفكر بتاعه. فهتلاقيه في خط الدفاع اعتمد على ثنائية محمد عبد المنعم ومحمود متولي، اللي هم عندهم جودة في التمرير الصحيح المتقن للكورة والتغطية، والرقابة الدفاعية عندهم كويسة جدا، والقوة البدنية بتاعت محمد عبد المنعم كويسة جدا. بجانبهم علي معلول اللي هو كان بجانب الشق الهجومي العالي بتاعه كان جودة خروج الكرة وبناء الهجمة من عنده عالي جدا. فوجود الثلاثي ده في الخط الخلفي ساعد كولر في بناء الهجمة المنظم من الخلف والخروج بالكرة بشكل جيد. وفي الجانب الأيمن اعتمد كولر على أكرم توفيق اللي كان عامل صلابة دفاعية كبيرة للأهلي في الجانب الأيمن. أما لو رحنا لوسط الملعب فاعتمد كولر في وسط الملعب على الثلاثي أليو ديانج وحمدي فتحي وعمر السلية، اللي هم كانوا أقوياء في الالتحامات وقطع الكرات وأقوياء في الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط. حمدي فتحي كان ممرق جيد للكرة وكان بيعمل الزيادة الهجومية بشكل كويس جدا، بجانب كانت ليه تصويبات قوية من بعيد، وكان كولر بيعتمد عليه بشكل كبير في عمل أدوار مركبة. بجانب مهام وسط الملعب كان بيزيد كمهاجم تاني وهمي وشفناه بيحرز أكتر من هدف مع الأهلي. أما ديانج كان قوي جدا في افتكاك الكرة وقطع الكرات والالتحامات، والقوة البدنية بتاعته كانت بتساعده على الاحتفاظ بالكرة بشكل كويس تحت الضغط. لو رحنا للسولية هو كان الأسطف نص الملعب والمسؤول عن توزيع اللعب وصناعة اللعب والمحافظة على رتم الأداء الأهلي، وكان القائد جوا الملعب، بجانب كان بيمتلك رجل قوية في التصويب المتقن. أما في الجانب الهجومي وفي ظل عدم امتلاك الأهلي لمهاجم كويس في الفترة دي، الفترة اللي هو كان لسه كولر جاي فيها، اعتمد على أطراف في الشكل الهجومي بتاعه من خلال الاعتماد على برسيتاو وأفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وكريم فؤاد اللي كولر حوله لجناح في الفترة دي. وشفناه في بعض الفترات بيعتمد على برونو سافيو وشاد حسين بيلعبوا كمهاجمين لحد ما اثبتوا فشلهم وتم الاستغناء عنهم، وتم الاعتماد على محمد شريف وكهربا على فترات في مركز المهاجم. فنجح كولر انه يوجد التوليفة المناسبة لفكره، مع وجود دعم مادي من الإدارة ومعنوي ووجود دعم جماهيري طبعا كبير. فحقق الأهلي العديد من الانتصارات والبطولات في أول فترة للكرة مع الأهلي، لحد ما انحل عقد التوليفة دي برحيل أكتر من لعيب أساسي في التشكيل زي حمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد عبد المنعم وعبد القادر، وإصابة محمود متولي وكريم فؤاد وكرم توفيق، وهبوط مستوى الكعديد من اللعيبة مثل السولية والشحات وبرسيتاو وكهربا. ومع تباطؤ الإدارة في إبرام صفقات قوية تعوض اللعيبة اللي رحلت واللعيبة اللي حصل لها إصابات وعدم تنفيذ طلبات كولر،
في التعاقد مع لعيبة معينة هو طلبها، والدخول في حالة عند بين الإدارة وكولر، وغضب الإدارة من كولر. إنه كان أكثر من مرة يطلع يصرح إنه محتاج صفقات، وصارت الجماهير ضد الإدارة. مع حدوث بعض المشاكل الإدارية برحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وتعيين خالد بيبو، ثم رحيل مدير التعاقدات أمير توفيق، وبعدين راح خالد بيبو ومترجم الفريق خالد الجوادي، والانسحاب من كاس مصر، وأخيرا انسحاب من مباراة الزمالك في الدوري. كل ده أدى إلى سوء النتائج وحدوث فوضى في الفريق، وكولر فقد الشغف بتاعه اللي أدى إلى لإدارته لأكثر من مباراة بشكل سيء جدا على المستوى الفني. على الرغم من تعاقد الأهلي في الفترة الأخيرة مع أكثر من صفقة قوية مثل إمام عاشور ومروان عطية ووسام أبو علي ويحيى عطية الله وأشرف داري، وآخرهم أشرف بن شرقي وجراديشار، لحد ما جاءت النهاية بالخروج المؤسف للأهلي من بطولة أفريقيا في قبل النهائي أمام صن داونز، وتقديم كولر لواحدة من أسوأ مباراتهم مع الأهلي. وبكده تنتهي قصة السويسري كولر مع الأهلي بصورة سيئة لا يتمناها أي أحد، ولا يصح أن تحدث في النادي الأهلي. وجماهير الأهلي حقيقية بريئة، الذي لا يصح أن يحدث في أي رياضة. الأهلي دائما نادي القيم والمبادئ والأخلاق، وبالفعل احتوى الكابتن محمود الخطيب الموقف ده، وتم تكريم كولر على أحسن وجه، وكانت أفضل نهاية. وفي النهاية أحب أطمن كل عشاق المارد الأحمر أن الأهلي في طريقه لبناء فريق قوي جدا إن شاء الله، قادر على حصد جميع البطولات وسعادة جميع عشاق المارد الأحمر. وبكده ينتهي تقريرنا النهاردة. أرجو عمل إعجاب بالفيديو ده والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.